مع أهلنا في الوطن الصامت. الشعب السوري الذي يسطر في هذه الأيام أكبر ملحمة صمود، أكبر ملحمة وإثبات وجود ضد الهجمة الشرسة عليه. اليوم ليس صدفة أن نجتمع هنا في هذا اليوم ذكرى انتصار المقاومة العربية، مقاومة الصمود العربي، المقاومة اللبنانية، المقاومة السورية على أعتى قوة غاشمة في العالم، الصهيونية العالمية. كل التحية لأهلنا في مقاومة الجنوب، لأهلنا الصامدين في سوريا. لا أي كلمة لا تفي جيشنا العربي السوري، لنصفق كلنا الآن للجيش العربي السوري، لنصفق كثيرا للجيش العربي السوري. أيها الأخوة، أكثر من 100 دولة اجتمعت لتركيع سوريا، لكن سوريا واقفة بإذن الله تناضل. سوريا تقاتل، سوريا تحارب الشر والطغيان. ليس صدفة أن نجتمع اليوم في هذه الصدفة، في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا. لقد ظنت إسرائيل أنها تستطيع أن تسيد وتميت في منطقتنا، لكن المقاومة العربية، مقاومة الجنوب المدعومة من سوريا والمدعومة من إيران، وضعت إسرائيل الغاشمة عند حدها وسدتها وسدت هجومها الغاشم. أيها الأخوة، اليوم تغير كل شيء. نحن لسنا وحدنا في الساحة العالمية. اليوم الكثير من الأصدقاء يقفون إلى جانبنا، صديقتنا إيران والصين وروسيا ودول أمريكا اللاتينية والكثير من الدول والشقيقة الجزائر يقفون إلى جانبنا. لقد تغيرت المعادلة الدولية، لا عدوان غاشم بعد اليوم. سوريا حملت لواء مقاومة هذا العدوان الغاشم. سيسجل التاريخ أن هناك ما قبل الحرب على سوريا وما بعد الحرب على سوريا. الذين شاركوا في هذه الحرب ومنهم هذه الدولة التي نقف أمام سفارتها، قطر الغاشمة، قطر التي شاركت بمالها، مال الوفد العربي لقتل الإنسان العربي السوري، ستدفع ثمن غاليا. يا أخواتي ويا أخوتي السوريون، أقول لكم وبكلام بعيد عن الغوائية وبعيد عن التنظير السياسي أن شعبنا متشتت بأرضه وعرضه، ولن تستطيع أي قوة في العالم أن تهزم شعبنا العربي السوري، أن تهزم جيشنا العربي السوري، أن تهزم قيادتنا العربية بقيادة الدكتور بشار الأسد. تحية لكل المقاومين، تحية للجيش العربي السوري، وتحية لقائد المسيرة الدكتور بشار الأسد، وشكرا لكم جميعا. تحيا سوريا! تحيا سوريا! تحيا سوريا! تحيا سوريا! كلنا سوريا! كلنا سوريا! كلنا سوريا! كلنا سوريا! Nous sommes tous des Syriens! Nous sommes tous des Syriens! La Syrie aujourd'hui, elle résiste. La Syrie d'aujourd'hui, elle lutte. La lutte des Syriens aujourd'hui, elle est pour tout le monde. Oui, car si l'armée arabe syrienne n'arrête pas les barbares autour de Damas, c'est les barbares qui vont venir à Paris, c'est les barbares qui vont venir à Londres, c'est les barbares qui vont venir à Berlin. Oui, ces barbares vont détruire tout. Et c'est grâce à l'armée arabe syrienne, grâce au peuple